السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة، قناة سعاد المتنوعة. اليوم غادي نصاوبوا واحد الشوربة اللي صحية وزوينة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. غادي نبداو بالمقادير وطريقة التحضير، كلشي في دقة سهلة كتوجد دغيا دغيا. صايبت فيهم أنا الجنيوحات كيف ما شفتوا، ضفت عليها واحد بصلة متوسطة وجوج حبات ديال المطيشه، نقيتهم وطحنتهم في الهاشوار مزيان وحطيتهم في واحد الطاوه، ودرت عليهم الكرافس، كان عندي مكونجيلي، شويه ديال الكرافس، شويه ديال المعدنوس، جوج معالق كبار ديال الحك ديال المطيشه. في التوابل درت معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال الملح، واحد ضامه البنه ديال شوربه اختياريه لا بغيتو ديروها. المهم هاد الشوربه يا البنات راه فيها واحد الاضافه اللي غادي تعجبكم، واول مره غادي تشوفوها، يعني ماشي كالمعتاد انا كنديرها. واحد الاضافات كنديرهم كتجي بهم الشوربه ديالي، كتجي غزاله الشوربه بالبلبوله. المهم نتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه وما غاديش تندموا، وغتبقاو مدمنين عليها، صحيه وزوينه كتجي بنينه. على العموم زدت هنايا واحد المعلقه ديال زيت العود، هذيك المغرفه راه عندي غير صغيره ما عامراش مزيان. الاضافه البنات اللي درت هو الحلبه ومعلقه صغيره ديال راس الحانوت، ماشي ديال المروزيه، راس الحانوت ديال المساخن ديال برماش، يعني ديال الرفيصه. وضفت واحد الخمسه ديال الفصوص ديال الثومه صاينين هكاك. هاد الاضافات هادو هما اللي كيبنوا هاد الشوربه ديال البلبوله، هما اللي تيعطيوها واحد المذاق هائل. بلا انها صحيه، يعني داك المقادير، داك التوابل هادوك صحيين، يعني راس الحانوت ولا حبيبه الحلبه ولا داك الثومه، حتى هما صحيين، يعني مزيانين لصحتنا، وحتى المذاق تيعطيو مذاق زويون. صافي درت هنا كاس ونص ديال البلبوله الغليظه، غسلتها مزيان وخليت حتى غلات الطاوه، عاد ضفت لها حداك داك البلبوله اللي غسلت. صافي سديت عليها الكوكوط، واحد 4 حتى ل5 ديال الدقائق على نار مهيله، كتكون واجده، كتجي هكا، كتجي غزاله الصراحه، كتجي هائله. تبعوا غير الطريقه والمقادير اللي قلت لكم، وكندير كلشي في دقه، ما تنقلي ما تنحمر ما حتى شي حاجه، كلشي تنديرو في دقه وتنسد عليها. كتجي شوربه هائله، شوربه ديال البلبوله بالكرافس، ضيفه ليها جنيوحات ديال الدجاج اولا اختياري، زيدي ولا ما تزيديش، داكشي كيبقى شغلك هذاك. المهم على العموم حبيباتي، هذه هي الشوربه ديالي، نتمنى تعجبكم وجربوها وتردوا عليا اخبار. الى اللقاء.